ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وبصحه وسلامه. يلا نفرز مع بعض ورق العنب، وكمان في نفس الفيديو هتشوفوا نتيجه التفريز في اخر الفيديو. اول حاجه جبنا كميه ورق العنب حسب المكان المتاح عندك ان انت هتحطي فيه هتفرزي فيه. بنجيب كده الكميات حسب ما تقدري، برضو ممكن تجيبي كميه وتبتدي ان انت تفرزيها. جبت كيلو وخليت الراجل وزنهولي عنده وقسمهولي عنده عشان ما اجيش في البيت ان انا احتار واقعد اقسم من اول وجديد. جبت كل جزء في كيس كده هفتحه وببتدي اقطف في العود اللي في الورق العنب، وابتدي اجيب ورق ابيض نضيف كده بالشكل ده. سموكه حبيبتي قالت لي ماما هساعدك، فقمت انا اطبق في الورق وهي ابتدت تكمل بقيه ان هي بتشيل العود من ورقه العنب. بس كده هتجيبي ورق ابيض نضيف وتبتدي تحطي، بس اهم حاجه ان ورق العنب ما يطولوش اي ميه، يعني ما يكونش فيه اي ميه. هنجيب ورق نضيف ونبتدي نطبق ورق العنب في الورق بالشكل ده زي ما انتم شايفين. نحط ورقتين كده قصاد بعض وناخدوا كميه ورق العنب. انا كل ربع كيلو اتعمل في ورقتين، يعني لفيت الربع كيلو على مرتين. تمام. لو عندك انت ورق كبير تقدري تلفي الربع كيلو على مره واحده اهو بالشكل اللي انتم شايفينه. بنحط كده الرصوف فوق بعضه، ورص ورق العنب في التوقيت ده هيريحك جدا جدا. بعد كده هتشوفي معايا في اخر الفيديو ان طريقه التفريز دي هتشوفي لون ورق العنب، هتشوفي كمان ازاي هتسلقيه وهو منظم زي ما هو، وازاي تلفيه بكل سهوله بسرعه الصاروخ. نفس الاكياس اللي اشتريت فيها ورق العنب هو الكيس اللي انا هحط فيه دلوقتي كل ربع كيلو اهو لوحده، زي ما اشتريته وقلت للراجل عايزه كل ربع كيلو لوحده. تمام. اهو كده خدت الاكياس ولفيت اهو زي ما انتم شايفين. خلاص فرزنا كيلو ورق العنب، وهفرز كمان كيلو واتنين وتلاته. طبعا هنشيله على طول في الفريزر. انا هنا بوريكم النتيجه دي بتاعت طبعا الطريقه الجميله جدا اللي احنا فرزنا بيها. اول حاجه بتسيبيه يفك تماما من التلج، بعد كده بتطلعيه تلاقيه، بصوا اللون هتلاقوه بالشكل ده. استني عليه لما يفك عشان ما يتكسرش منك، وهو في قلب الورق كده زي ما هو. شوفوا لونه وقولوا لي بقى رايكم ايه في الطريقه الجميله دي في التعليقات. ولو ليكوا اي سؤال اسالوا وانا هرد عليكم. بصوا بقى الجمال. بنفتح كده الورق اللي انا رصه فيه ورق العنب، بصوا حاجه كده تحفه. اللون جميل، الطعم ما اتغيرش نهائي، يعني ما كانش فيه اي فرق ما بينه وبين طعم ورق العنب الفريش، يعني مفيش اي حاجه غيرت طعمه. واللون كمان زي ما انتم شايفين. طبعا بنغلي الميه، هقول لكم ازاي بقى ان احنا ايه نشتغل بيه ازاي. بنغلي الميه عادي جدا، وابتدي اجيب خيط وابره وان انا ابتدي الضم الورق ده مع بعضه في خيط واحد. ان انا الخيط ده امسكه بيه كده ان هو ما يتفرقش عن بعض، يعني لما اجي اسلقه ما يروحش واحده يمين واحده شمال، هيفضل زي ما هو كله كده بربطه واحده. هاخد الربطه دي كده كلها واروح كده حله ميه مغليه فيها معلقه زيت وعصره ليمونه ومعلقه ملح، وانزل الربطه دي زي ما هي. هتطلع لي مسلوقه زي ما هي. هتشوف معايا دلوقتي. متنسوش اللايك والمتابعه ومشاركه الفيديو عشان الكل يستفيد. حلة المية المغلية فيها الزيت فيها الليمون، نحط كده ربطة ورق العنب زي ما هي بالماسك كده، نبتدي نقلبها وهنحطها برضو زي ما بنسلق ورق العنب عادي جدا. تمام. وطلعناه وحشيناه وبقى معانا بالشكل الجميل ده. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، اتمنى تكونوا استفدتم. استودعتكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.